سلام حبايبي، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة يا رب. يا ترى توحشتونا وتوحشتوا فيديوهاتنا ولا معها؟ هيا كامل في لي كومنتير. ونرحب بالمتابعين الجدد، وبلا ما ننسى المتابعين الأوفياء، نورتونا بوجودكم في القناة. اليوم راني كيما نقولوا فرحانة ياسر. جاتنا ضيفة يعني نقول لكم عزيزة علينا بزاف. شكون يا درا يا ربي؟ شكون جات جداتي ام ماما ربي يحفظها ان شاء الله. جابها خالي عباك دارتنا سيربريز كبيره. اسمها في الطبطيب، نقول شكون يطبطب ومن بعديك لقيناها هي. عباك نعيط برا، نقولها توحشتك ياسر. ما انا قلت استنى ندير لها نتهلا فيها شويه. قلت عندي تليتلي. قلت نطيب التليتلي باسكو التليتلي تاعي كامل يحبوه. يعني كامل يعجبهم الحمد لله. درت لهنا قليت البصل، الثوم، الدجاج، حطيت التوابل، الزنجبيل، الكركم، مليح، فلفل حمار، وشو الاخر زاده، الملح، الفلفل الاسود. البصل ما تقولوش لما ما قصيتوش، انا خاوتي اصلا ما يحبوش فيه الدجاج وهو اصلا صفيه، يعني قصيت هكاك عشوائيا فقط. وحطيت شويه من الطماطم المزبره وشويه من الهريسه وريقة الرنط مع الدجاج اللي عندي، ومرقت بالماء سخون. ولهنا تليتلي درت له شويه ملح شويه زيت وحطيته يتفور مليح. يتفور كي يتفور شوفوا مليح، نديرلو بالماء سخون كميه مليحه مش ياسر كما نقولوا، ونشربه نخليه يشرب ونزيد نحطوه في الفور. وحطيت له عظام. نقول لكم عبيك تاني نوع عندي فقدان الذاكره، عاد ننسى ياسر. حطيت البيض يشرشم يتغالى كما نقولوا. لين زدت فورته تفويره تانية مليح. كي تفور زدت له شويه زبده تعطيها دهن مليح. لهنا المرقه تاعي صفيتها وحطيت التليتلي خاطرت له خليته يتجمر. واللحم تاع الدجاج حمرته. وشوفوا لهنا واش نسيت يا ربي، واش نسيت الحمص، ونسيت في الديكور ما قشرتش البيض. قلت لهم ما بقاش عندي عقل ما تضحكوش. بصح المهم اني حطيت من بعديكا وزينت بالكرون تاع الحار المرقد. درت شويه سلطه باك اللي كان عندي، حاجه خفيفه والحمد لله نعمه ربي وبصحتنا وبصحة شاكم الحباب. هاي جدتي حبيبتي الغالية نموت عليها ياسر ربي يحفظها. ادعوا لها ان شاء الله ترتاح، دعوة خير من عندكم. ولانا الحباب هيا جبت لكم ريحة رمضان. هيا دخلت لكم الوصفة الثانية ديريكتومون. شكون هي سلسلة مشاريع مربحة اللي تحب تخدم على روحها في رمضان دير الوصفة هذه. وش هي؟ قلب اللوز. لأنا واش درت سيرو اول شي درت كاس ونص سكر درت ضعف الماء، سمات كاس ونص سكر مع 3 كيسان ماء في كاسرونه. الكيل اللي تحبوا ديروه تاع الكاس. انا حبيت المويه لان ما كنتش عندي قرفه تاع العود. درت رشه قليله من القرفه بودره، ما تكتروش منها ياسر ما تغيرش اللون. هنا جبت واحد تاع البراميكسير. درت 2 كيسان سكر عادي الكريستال بنفس الكيل اللي كينا به تاع السيرو. نص كاس حليب، نص كاس زيت، وفنجان ما زهر. كي نقولوا قلب اللوز لازم اللوز والمزهر بلا به ما يسواش. شوفوا لهنا السيرو تاعي كي يتغالى 10 دقائق ما نخليش يتبخر، نكب عليه فنجان ما زهر. واحد الريحه واش نقول لك. انا رجعت درت رشه ملح وبالبراميكسير. لان هذه قلب اللوز سهل، ما تبقاش تحك بيدك وتحرش فيه حتى يذوب السكر. خلاص هذه سهله خلاص، لان البراميكسير يرهيه السكر ويذوب وخلاص. لان تبقى ترحي حتى يدير قوام ثقيل خلاص. يعني نهضروا بابا قاعد ياكل في قلب اللوز بصحته مخلوهش يشرب. نحنا درنا 4 كيسان من سميد قلب اللوز كما يقولوا تشيشه تاع قلب اللوز الخشين. ما تجيبوش سميد خشين هذاكم ما يدير لكم والو، ما يجيكمش مليح. هذا هو سبيسيال تاع قلب اللوز. حطيت 4 كيسان. لهنا كانت عندي صغيبه باك من الخميره تاع الحلويات ما حبيتش نطيشها، حطيتها تقدروا تستغنوا عليها.
ونفرغ الخليط كامل اللي درتو بالبراميكسير بيا، نفرغو كامل، ما نخلي حتى قطرة، نسلتها كامل بالسباتيو. شوفوا ما سهلو، يعني اي مبتدئه تقدر ديرو وتنجح فيه بربي ان شاء الله من الضربه الاولى. شوفوا نخلطوا في اتجاه واحد، لازم نخلط المكونات كامل حتى يتغلف القلب اللوز كامل بالكريمه هذيك. شفتوا كيفاه؟ والله هذه سلسله يعني تقدروا تخدموها في رمضان، كيما هادو شي تمسنيوات ما نقول لكم 3000 لوحده ولا 4000. المهم البري تاعها مليح. دهنتهم بالسمن، تقدروا تدهنوا بالزبده كيما تحبوا. لهنا قسمتهم، كانوا عندي 3 سنيات قسمتهم 3 سنيات يجيو. لهنا اللي عينها ميزانها كيما انا نكيل باك بعيني ميزاني، ولا اللي تخاف لي عندها ميزان توزنها كامل وتقسمها 3 وفضت. ولهنا ما تتكاوش بيدكم او يعجن قلب اللوز، جيبوا كوبات برك كيما هذه انا ندير، قاعده نوزع به قد كانوا عندي حبيبات لوز زينت بيه ودخلت. وشوفوا كيف يطيبوا في الفور من الفوق خلاص بعيد يعني عن النار. شوفوا حتى لهنا حمارت وعلى الحواشي قريب تحرقوا. اي ندهنهم بالسمن مليح ونحطهم يحمروا من الفوق، يديو اللون الذهبي مليح. شوفوا لهنا وشربتها بالسيرو او خليت لكم تسمعوا الصوت تاعها، شربوها عاد دفعتين. شوفوا محلاهم. وعم بك غادوني دوك تشوفوا واحده طاحت لي. نعطيكم نصيحه، ما تحطوهمش يطيبوا 3 مع بعضهم في الكرياج. لقيتها جيت نسل الكرياج تاع الكوشه طاحت لي دف، خليتها تطيب، قلت خلي معليش. كيما يقولوا خيرها في غيرها. شوفوا هاي لهنا مازلت ما شربتش مليح، بصح حبيت نوري لكم كيفاه القلب اللوسي. شوفوا طايب خلا سميت ماهوش ني، طايب مليح. شهيتكم في الشنة حبيباتي الغاليات، واذا كنتوا اول مره تزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديدنا. ما تنسوش الجيم والكومنتر الحلو، ونقول لكم فرجه ممتعه وطيبه في امان الله.